ازاي نطبع صح على الاكسل. دايما بيورينا مشكلة ان احنا بنيجي نطبع نلاقي ان الكلام جه على اكتر من صفحة، او ان الكلام خط صغير او مش مظبوط في النص بالظبط. طيب نحلها ازاي؟ اول حاجة بحب اعملها باجي فوق هنا في الفيو واختار تاني اختيار اللي هو بيج بريك بريفيو، يا اما هلاقي اختصار ليها تحت على اليمين كده جنب زوم اوت بنفس الاسم. طيب هنا هو عمل ايه؟ عملها لك على صفحتين اوتوماتيك، انا مش عايز كده فهسحب الخط ده كده للاخر فبقى عملها لي على صفحة واحدة. تاني حاجة هعمل كنترول بي وافهم الاختيارات اللي هنا بالظبط. اول حاجة هنا لو انا عايز اطبع كذا نسخة، هنا لو انا عندي كذا مكنة طباعة او ان انا عايز اختار الطباعة على بي دي اف، هنا لو انا عايز اطبع الشيت ده بس او الملفات كلها. طيب هنا لو انا عايز اطبع صفحات معينة جوه الشيت ده بختار صفحة من كذا لكذا. طيب هنا لو انا عايز اطبع على وش بس، هنا لو وش وظهر. هنا لو انا هطبع نسخ كتير وورق كتير فهنا هيطبع لي النسخة كاملة الأول من مثلا من صفحة واحد لحد 10 هيطبعهم ورا بعض وبعدين يبدأ تاني من الأول. هنا لو أنا عايزه يطبع لي الصفحة الأولى مثلا 10 نسخ ورا بعض وبعدين الصفحة التانية 10 نسخ ورا بعض وهكذا. هنا لو أنا هطبع الصفحة تبقى بالطول وهنا لو بالعرض. هنا لو أنا هطبع على ظرف مثلا أختار انفلوب، لو أنا هطبع على ورق صغير A5 الطبيعي بتاعي لتر اللي هو A4 عادي. وهنا لو انا عايز اختار حواف معينة مختلفة لا انا عاملها نورمال بس. وهنا في البيج سيت اب برضو اقدر تاني اختار بالطول ولا بالعرض، واقدر ان انا اعمل مقاسات معين للصفحة او ان انا اعملها فيت تو وان بيج. وهنا في المارجنز لو انا عايز اعمل الاختيار ده عشان تبقى ظاهرة بالشكل ده ان هي تطبع في النص فوق، وهنا لو انا عايزها تبقى تطبع في النص في النص بالظبط تبقى من كل الاتجاهات بس. واعمل اوكي وابدأ الطباعة. كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. لو عايزين تتعلموا حاجة معينة اعملوها في الكومنتات.